بعد الفيديو ده ان شاء الله هيبقى عندك القدرة الكاملة انك انت تقدر تلعب الدفاع الصقلي او السيسيليان ديفنس. تعالوا نشوف مع بعض ازاي ممكن تلعب افتتاح الدفاع الصقلي ده، وازاي تقدر تكون فاهم الخطط بتاعته وايه اللي المفروض تعمله عشان خاطر تقدر تلعب السيسيليان ديفنس او الدفاع الصقلي. طبعا الدفاع الصقلي ده دفاع بيتم الرد عليه على بدء الملك، يعني اول لما الخصم بتاعك يلعب لك اي 4 فساعتها في لعيبه كتير بتلعب الاي 5، وفي لعيبه ثانيه اللي هو بتزق العسكري خطوتين، وفي لعيبه ثانيه بتلعب السي 5. السي 5 ده معنى كده انك دخلت في السي 5 يبقى انت كده دخلت في افتتاح السيسيليان ديفنس. طبعا السيسيليان ديفنس ليه تفريعات كتيره جدا وليه فاريشنز كتيره جدا جدا، بس انا النهارده هديك ابسط التفريعات دي، وهو افتتاح الدراجون او الاكسلريتد دراجون، افتتاح التنين او افتتاح التنين المعجل. هنفهم يعني ايه الكلام ده بالتفصيل اكتر. مبدئيا كده انت بتلعب السي 5 عشان تمنع الخصم بتاعك او تمنع الابيض من ان هو يزق الدي 4 ويعمل سيطره كامله ويضرب الوسط بيها. فطبعا لو هو زق الدي 4 دلوقتي فانت ممكن تاكل بدا في بيدا، ولو اكلك بالوزير هتنط بالحصان بتاعك طالب الوزير، فهو هيضطر يمشي بالوزير، وساعتها ممكن انط بالحصان بتاعي الثاني، ويبقى كده دور الاسود افضل لان كده الاسود منتشر اكتر، رغم ان الاسود بيبتدي الثاني مش الاولاني، يعني الابيض هو اللي بيبتدي الاول وبعد كده الاسود بيرد عليه. فعشان كده كل لعيبه الشطرنج محدش فيهم بيلعب ناحيه الدي 4 دي، فهو بيحضر للدي 4 فبيلعب الحصان بتاعه في الاف 3. لما يلعب الحصان بتاعه في الاف 3 كده هو بيبقى عايز يضرب الوسط، بس هنا ساعتها انت ممكن تطلع بالحصان بتاعك هنا، فهو اول لما يلعب الدي 4 تاكل البدأ ده، ولما يجي ياكلك بالحصان تلعب الجي 6. الجي 6 دي انا مهمه جدا لانك انت هنا في السيسيليان ديفنس هتطلع بالفيل بتاعك في المربع بتاع الجي 7، مش هتطلع منه من على الوتر ده. فبالتالي ايه الفكره من الجي 6؟ الفكره منها ان انا عايز العب البيشوب بتاعي في الجي 7، فهو هيطلع ينتشر بالحصان بتاعه عادي، فساعتها انا هطلع بالبيشوب بتاعي في الجي 7 ضاغط على الحصان ده بقطعتين وهو حاميه بقطعه واحده، فهو غالبا ما بيجي يدافع عن الحصان ده كده، وبالتالي انا هطلع بالحصان بتاعي النقله الجايه، وهو هنا عنده ان هو يجيب الفيل بتاعه هنا. طبعا في فاريشنز كتيره ممكن تتلعب، يعني في افكار تانيه ممكن تتلعب، بس ده الافتتاح المشهور اكتر او ده اللي ممكن يتلعب لك اكتر حاجه. طبعا هنا انت ممكن تعمل تبييت بكل بساطه، بس هنا هنعمل فخ للابيض. ايه هو الفخ ده؟ الفخ ده ان انا هاجي بالوزير بتاعي في الاي 5. ايه الفكره منها؟ الفكره منها ان النقله الوحيده دلوقتي للابيض اللي ينفع يلعبها هي التبييت، واي حاجه غير التبييت بيبقى دور الاسود افضل. دايما كل اللعيبه اللي بتلعب على السين ديفense بتحب ان هي دايما تبيت طويل وتهجم على جناح ملك الاسود عن طريق انها تزقات العساكر زي الاتش 4 والجي 4 والكلام ده. بس طبعا هنا انا محضر له فخ قوي جدا لو هو حاول يطلع بالوزير بتاعه ويعمل تبييت طويل. هنا بكل بساطه هقدر ان انا اكل حصان في عسكري. ايه الفكره منها؟ الفكره منها ان هو لما بيجي ياكلني بالحصان كده فانا ممكن اكل وزير في وزير، واول لما يجي ياكلني بالفيل او ياكلني بالحصان فساعتها بكل بساطه ممكن اكل حصان في حصان ياكلني واكل الفيل بتاعه، ويبقى انا كده كسبت بيدق ومعايا امتياز الفيلين في موقف مفتوح، وكده دوري الاسود افضل في الشكل ده. ده لو هو حاول يلعب الوزير بتاعه في الدي 2. لكن لو هو حاول يعمل حاجه تانية ويحمي الفيل بتاعه مثلا بنقله زي كده، فبكل بساطه ممكن تاكل برضه حصان في عسكري وما يقدرش ياكلك بالحصان، لان الحصان ده معمول له ربط كامل على الملك، وبالتالي انت كده برضه كسبت بيدا. ولو هو هنا حاول ان هو يضغط اكتر على الوزير بتاعك، فساعتها انت بتيجي في المربع ده طالب الفيل بتاعه، ولو مشي بالفيل بتاعه مثلا في مربع زي الدي 3 فانت ممكن تضحي برضه حصان في عسكري. طبعا ما يقدرش ياكلك بالحصان عشان في الربط، بس ممكن ياكلك بالفيل، وساعتها انت هتاكل الفيل في حصان الاول بكش عشان ياكلك بالبيضة، وساعتها بكل بساطة تروح تاخد الفيل ده، ويبقى انت كده معاك بيدق زياده. ولو هو هنا حاول يدعم البدء ده عن طريق نقله زي الاف 3 ودي نقله مشهوره جدا، فبكل بساطه هتلعب الوزير بتاعك في البي 4 طالب الفيل، فاول لما هيجي يسحب الفيل بتاعه في المربع ده فانت عندك انك انت تضحي برضو الحصان بتاعك في البدء ده. الفكره منها ان هو لما بيجي ياكلك بالبدء فانت بتقدر تاكل الحصان ده لانك بقيت ضاغط عليه بثلاث قطع، وطبعا لو اكلك كده ممكن تاكل بالفيل بكل بساطه ويبقى انت كده كسبت عسكري. واحد يقول لي طب ما ممكن ياكل حصان في حصان الاول، لو اكل حصان في حصان في الشكل ده يعني بدل ما ياكل كده ياكل حصان في حصان، فساعتها انت عندك فيل في حصان الاول بكش يجي ياكلك، فساعتها بكل بساطه وزير في عسكري الكش، وطبعا لو رجع لو مشي بالملك مثلا في مربع زي ده فبكل بساطه انت هتقدر تاكل الحصان بتاعه، وطبعا ما يقدرش ياكل الحصان بتاعك انت كمان لانك انت بتلعب الفيل بتاعك في الجي 4 عامل كش للملك وبتاخد وزير النقله الجايه، ويبقى انت كده معاك قطعه
زياده. فطبعا افضل نقله في الشكل ده ان هو يعمل تبييت، واول لما الابيض يعمل تبييت فبكل بساطه انت كمان هتعمل تبييت، فبيلعب لك اف 3 وده المين لاين او اللاين الاساسي اللي بيخش فيه، وانت ساعتها بتلعب دي 6. فبكل بساطه هم دايما بيلعبوا الاتش 3 ده اللاين الاساسي بتاعهم. ممكن تلعب كوين سي 7 يعني تجيب الوزير بتاعك هنا، او انك تطلع بالفيل بتاعك وبعد كده تجيب الروك بتاعتك في السي 8 وبعد كده تجيب الحصان بتاعك هنا بعد ما تسحب الوزير، ويبقى عندك افكار هجوم على جناح وزير الابيض. ويبقى انت كده قدرت تلعب السيسيليان ديفنس بافكاره البسيطه جدا. واعمل سيف للفيديو ده عشان تقدر تتفرج عليه كل شويه كل شويه عشان تقدر تفهم ايه الافكار بتاعت السيسيليان ديفنس. اكتب لي اي افتتاح عايزنا نشرحه وانا هشرحه لك في الفيديوهات اللي جايه. ولو انت عندك اي مشكله في افكار الافتتاح ده اكتب لي تحت في الكومنتات وانا هرد عليك. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وفولو عشان ما يفوتكش اي جديد.